4 أشخاص راكبين عربية ورايحين مسافرين من مكان لمكان بعيد، والعربية عطلت بيهم في السكة واضطروا ينزلوا من العربية يمشوا حوالين العربية في مكان واعر جدا عشان يدوروا على أي مخرج أو حاجة يصلحوا بيها العربية. وفجأة اتفاجئوا إن هم وقعوا في حفرة، الحفرة دي معتمة جدا ومش قادرين يطلعوا منها. في أول دقايق بدأوا كلهم يحاولوا ازاي يخرجوا من الحفرة دي، وكان الموضوع شبه مستحيل. مرة واحدة أول بني آدم فيهم انهار وبدأ يصرخ وبدأ يقول خلاص احنا مش هنطلع، خلاص دي نهاية المطاف. والشخص التاني بعد وقت بدأ يعلي صوته ويقول هو خلاص أنا عرفت، ده عقاب ربنا ليا، أنا عملت حاجات كتيرة في حياتي غلط قوي. والتالت بعد ما كان مثابر وعامل حسابه ان هو يعني يخرج وكان عنده باور شويه، كلام الناس اثرت عليه وللاسف تحول لبني ادم عادي جدا زيهم وبقى قاعد جنبهم بيكرر نفس الكلام اللي هم بيقولوه. الرابع بقى بدأ يشغل نفسه بحاجه مختلفه، بدأ يشغل نفسه في الوقت اللي هم عمالين يعيطوا فيه ويشتكوا على اي مخرج يخرجوا من الحفره دي قبل ما الدنيا تعتم عليهم والليل يجي. وبعد ثواني بسيطة ودقايق من التفكير بدأ يجيله فكرة انه يقنع الاشخاص اللي معاه ان هم يشيلوا بعض ويخلوا واحد منهم يخرج بره الحفرة، وممكن يلاقي اي حاجة حبل او حاجة يساعدهم ان هم يخرجوا كلهم جوه الحفرة. وفعلا قدر يأثر في ال3 التانيين وقدروا بعد وقت بسيط جدا يخرجوا واحد، وده كان السبب ان هم يتحرروا من القعدة داخل الحفرة اللي كانت هتودي بحياتهم. الحفرة دي في حياة كل بني ادم مننا، اي مشكلة واي عقبة بتأثر على اي واحد. في واحد بينهار اول ما بيجيله مشكلة وبيقول خلاص ان دي نهاية المطاف، والتاني بيقنع نفسه ان ربنا سبحانه وتعالى بيعاقبه، مع العلم ان ربنا كريم قوي وعمره ما هيعاقب بني ادم يعني على طول على كل حاجة بيعملها. ربنا سبحانه وتعالى رحيم وبيدي للبني ادم دروس، ومش كل اختبار ربنا حطه لنا في حياتنا هو عقاب، بل بالعكس ده ممكن يكون اختبار عشان البني ادم ينظف نفسه. والتالت اللي عنده باور شوية اول ما بتجيله المشكلة وما بيقدرش يعمل حاجة بيجري على الناس اللي شبهه اللي ده اديله طاقة سلبية وتقول له ان دي هي نهاية حياته وبيمشي معاهم. بس الرابع ما بيقاسش، الرابع ما بيستسلمش، الرابع بيفكر ان دي مش نهاية المطاف، وان الاختبار اللي ربنا حطه فيه ده ممكن يكون اختبار يقويه، ممكن يكون اختبار يرجعه لحياته تاني. هو اللي بيعافر ويحاول يموت نفسه 1000 مرة عشان يخرج من الحفرة اللي موجودة في حياته المشكلة. خليك انت البني ادم الرابع، البني ادم اللي ما بيقاسش، البني ادم اللي بيتمسك باي خيط امل، البني ادم اللي عنده بصيص امل انه يعمل اي حاجة، البني ادم اللي عنده استعداد انه يخرج من جواه كل اللي يقدر عليه، يفكر وهو جوه الحفرة انه يعمل اي حاجة يقدر عليها عشان يخرج من المكان ده. اعمل اللي عليك لغاية ما جسمك ينهج، ما تبقاش قادر تعمل اي حاجة، وصدقني اول ما ربنا يلاقيك عملت اللي عليك هيفتح لك الحل في لحظة وتلاقي نفسك خرجت وتقول ده كان اختبار قدرت تشوف فيه ان انت تقدر تعمل كل اللي انت ما انتش متخيل انك تعمله، بس يبقى عندك ارادة، يبقى ما تستسلمش، يبقى عندك باور. كلنا في نفس الحفرة وكلنا ال4 اشخاص دول ربما يكون شخصية منهم بتغلب على التاني، بس خليك البني ادم الرابع اللي ما بيقاسش واللي بيحاول. وصدقني والله هتبقى قصة جميلة تتحكى لأولادك ولأهلك ان عدى عليك اختبار قاتل ولكن قدرت تنجي منه. عشان كده اوعى تسيب نفسك لحظة يأس تاخد حياتك كلها وانت واقف ساكت.